مع احترامي لكل الاكلات، بس شايفه ان سفره العيد ما تكملش من غير الصينيه دي. صينيه الرقاق اللي كلنا ما بنستغناش عنها ابدا في العيد. اهلا وسهلا بيكم متابعيني الكرام، ويا رب دايما في صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين وبخير. هعمل معاكم النهارده صينيه الرقاق، بس مش باي طريقه شفتوها، ونتيجتها هتكون رهيبه. في مكون كده هنحطه غريب شويه، هتستغربوه شويه، بس هيطلع معاكم صينيه رقاق ملهاش حل. من بره مقرمشه ومن جوه طريه تحفه بجد. لو كنتوا اول مره بتشوفوني، انا هلا ابو بكر. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وهستنى منكم اللايك والشير. يلا بينا نشوف عملنا صينيه الرقاق الجامده جدا دي ازاي. طاسه بقى او الحله اللي هشتغل فيها على النار، وهحط معلقه كبيره من السمنه. وفي صينيه الرقاق هنا يفضل السمنه تكون بلدي. هنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه. وطبعا نقدر نزود الكميه بتاعه اللحمه زي ما انتوا حابين، بس انا بحب عندي احط ربع كيلو من اللحمه المفرومه. وبكتر في كميه البصل. نقدر كمان نعملها من غير بصل، يعني نقدر نعصج اللحمه من غير بصل ونعملها من غير بصل. بتبقى طعمها حلو جدا. هبدا اقلب في اللحمه لحد ما لونها يبقى ياخد اللون البني كده معايا. هنشوحها يعني على النار مع فلفل اسود. تمام. اللحمة هنا طبعا بتتشوح على نار متوسطة مع التقليب المستمر. مش عايزينها تتحرق. وزي ما قلت لكل الناس اللي مش حابة تحط فيها بصل، هتفضل تشوح فيها كده شوية حوالي ربع ساعة على النار، هتكون استوت. وبكده تكون جاهزة معانا لصينية الرقاق. انا بقى هحط حوالي بصلتين كبار مفرومين. وانا شايفة ان البصل يا جماعة بيدي تسكيرة حلوة قوي في تعصيج اللحمة. مش بيدي بس كمية اكبر، لا، بيدي تسكيرة حلوة جدا. عشان كده دايما في وصفاتي كلها في تعصيج اللحمة بحط ضعف كمية اللحمة تقريبا بصل. او لو هحط بصل قليل يبقى قدها. تمام. انا هنا حاطه حوالي ربع كيلو بصل، بصلتين كبار يعني مفرومين. هبدا اقلب فيهم كده على نار متوسطه لحد ما البصل يدبل ويبقى لون اللحمه زي ما انتم شايفين. في الوقت ده خلاص اللحمه عندي جاهزه. هبتدي احط بقى الملح بتاعي. هظبط الملح واقلبه، وبكده اللحمه اللي متعصجه اللي هنحشي بيها الرقاق اللي عندنا جاهزه. خلاص. تعالوا بينا بقى يلا نشوف هنعمل الرقاق ازاي. عندي هنا لتر من الشوربه، طبعا تكون سخنة، وعندي الصينية اللي هشتغل فيها. هبدأ كده الصينية اللي هشتغل فيها اديها مسحة كويسة جدا من السمنة. ولازم نحط سمنة كويس جدا في أرضية الصينية علشان لما نيجي نقلب الصينية تتقلب معانا بسهولة. تمام. يلا بينا بقى على الشوربة بتاعتي، وهنا الشوربة دي لازم تكون دسمة جدا. أنا كنت مستخدمة هنا شوربة بط. أي شوربة دسمة عندكم استخدموها. طبعا أنا ببهرها. بحط فلفل وملح. ده بقى المكون اللي هيخلي صينية الرقاق عندي في حتة تانية خالص، هيدينا طراوة رهيبة وطعم ما اقولكوش بقى عامل ازاي. كوباية من الحليب. كوباية من الحليب على لتر من الشوربة. كل لتر من الشوربة حطوا عليه كوباية من الحليب. يا سلام بقى على الجمال، دوقوا بس الشوربة دي كده وانتوا بتسقوا فيها الرقاق، هتعرفوا قد ايه الصينية تطلع معاكم تحفة جدا. انا حاطة الصينية عندي على نار هادية. لازم الخليط اللي بسقي بيه الرقاق يفضل عندي سخن. تمام. نار هاديه. طيب لو الشوربه عندي مش دسمه قوي يعني، ممكن نحط لها معلقه من السمنه البلدي مع الملح والفلفل الاسود. لان طبعا انتوا عارفين ان الرقاق عايز دسامه. ببدا اخد كده الرقاق اللي عندي وابدا اسقيه، او اشربه من الوش واشربه من الظهر. هي كانت سخنه جدا طبعا على ايدي زي ما انتوا شايفين. احنا بنفضل سايبين الخليط اللي هنسقي بيه على نار وسط كده، لان عايزاه سخن على طول. هبتدي بقى اخد السمنه بتاعتي وادهن كل طبقه من الرقاق اللي عندي كويس جدا بالسمنه. وطبعا قلت لكم يفضل ان تكون سمنه بلدي، لو مش موجود سمنه بلدي هنستخدم السمنه اللي عندنا عادي. وانا شغاله كده لو في حته في الصينيه مثلا الرقاقه ما كفتهاش ولا حاجه، باخد حته تانية عادي واكمل الصينيه بتاعتي. لو تفتكروا قبل كده عملت معاكم صينيه الرقاق كلها، كان عندي الرقاق كله متكسر وعملناه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. يعني لو جانا الرقاق متكسر مش اخر الدنيا، هنشتغل بيه عادي وهنطلع كمان احلى صينيه. هبدا اخد تاني واحده من الرقاق، وهشربها بنفس الطريقه من قدام ومن ورا. هنا تشريب الرقاق نخلي بالنا منه، احنا مش عايزينه طري خالص واحنا بنشربه، ومش عايزينه ناشف قوي، يعني يبقى وسط كده. احس ان الرقاقه اتشربت وهي ماسكه نفسها. لانه لو طري خالص مني في التشريب
هيعجن قوي معايا وانا برصه، يعني بعد كده في الاخر النتيجه هتبقى معجنه، وده مش مطلوب طبعا. المطلوب ان هو يبقى طري من جوه ومقرمش كده وحلو من بره. هبدا برضو ادي طبقه من السمنه، وزي ما قلت لكم عايزه طبقه من السمنه كويسه. وهكمل بنفس الطريقه، انا بحط في ارضيه الصينيه بتاعتي 5 طبقات او 5 ورقات من الرقاق. ويعني بعمل الصينيه بتاعتي ب10 ورقات، تقدروا تقللوا في الكميه، تقدروا تزودوا زي ما انتوا حابين، بس انا شايفه ان 5 مناسب جدا. خلاص انا كده كملت ال5 طبقات بتوعي. هبتدي بقى انزل بكميه اللحمه اللي عندي كلها. انا شايفه ان ربع كيلو لحمه حلو جدا جدا على صينيه الرقاق. على فكره احنا نقدر نعملها في صاج طويل برضو، مفيش مشكله، يعني نكسر الرقاق ونعمله بنفس الطريقه في صاج طويل. اللي عندك استخدميه يعني على حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها. هبتدي افرد اللحمه بقى كده على الرقاق، وزي ما انتم شايفين ما بطلعش اللحمه عندي على الحروف قوي بره، عشان ما تقعش مني لما اجي امسك حته الرقاق بعد كده لما تستوي. هبدا بقى اكمل صينيه الرقاق بنفس الطريقه اللي عملت بيها الطبقات اللي كانت تحت. هاخد كده واحده واحده، هسقيها من قدام ومن ورا، وهديها طبقه من السمنه. وزي ما اتفقت معاكم انا حطيت هنا عندي 5 وحدات من الرقاق تحت، وهحط 5 فوق بنفس الطريقه. تقدروا تزودوا تقدروا تقللوا براحتكم جدا. خلاص الصينيه كده عندي خلاص كملت، وزي ما قلت لكم حطيت 5 تحت و5 فوق. هبتدي بقى اخد كبشتين كده من الشوربه اللي عندي، اللي كان عليها حليب طبعا ومتبهره وتمام التمام، احطها على وش الصينيه من فوق. مش كتير، يعني حوالي كبشتين بالكتير مش اكتر. هدوس كده بس على الاطراف عشان عايزاها تمسك في بعضها. وعايزه اقول لكم بقى الوش هنا هيطلع عندي في حته تانية خالص من اللي هضيفه دلوقتي. معلقتين 3 كده من القشطه اللي بشيلها من على وش الحليب عندي، وبحطها طبعا في الفريزر، وبستخدمها في اي وقت انا عايزاه. عايزه اقول لكم القشطه دي بتبقى حلوه جدا، يعني احلى. انا بالنسبه لي بتبقى احلى من اللي بشتريها من عند اللبان، اللي بتتشال من على وش اللبن دي. تحتفظوا بيها في علبه كده في التلاجة مقفوله او في الفريزر. في الفريزر طبعا تقعد معايا وقت اطول، لو في التلاجة هتقعد معايا كام يوم مش اكتر. هبتدي افرد القشطه بتاعتي على وش الرقاق اللي عندي. بتدي بقى طعم وطراوه ولون للصينيه رهيب. على الرف الوسطاني على درجه حراره عاليه لمده نص ساعه. مش هفتح الشوايه، هسيبها تاخد اللون ده كده من حراره الفرن، لاني مش عايزه افتح الشوايه تاخد اللون من فوق وتكون من تحت او من جوه يعني معجنه ومش مستويه تمام. نص ساعة هتكون طالعة معايا بالجمال ده، اخده لون رهيب، مستوية من جوه، طرية جدا، مقرمشة من بره. هتعجبكم جدا جدا الطريقة دي، هتجربوها ان شاء الله، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وبكده اكون خلصت معاكم وصفة النهاردة، وهي كانت صينية الرقاق. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو هستنى منكم اللايك والشير. لو كنت اول مرة بتشوفوني، انا هلا ابو بكر، يشرفني جدا اشتراككم في القناة، واقول لكم مع السلامة.